مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير وكل عام وأنتم بخير. إلى حضراتكم نشرة أخبار المساء واستهلها بالعناوين. نتائج مرضية للاستثمار في التعليم في فرع. رش مبيدات لمكافحة الملاريا في صرونة. إشادة بالمبادرات الشعبية لسد احتياجات المدارس في حقات. إيران تطلق صواريخ باليستية من باطن الأرض. بيلاروسيا توقف مقاتلين من روسيا وتطلب توضيحا. البرازيل تحاول احتواء الحرائق في أكبر مناطق مستنقعات العالم. السلام عليكم ورحمة الله. يحقق الاستثمار الجاري في التعليم نتائج مرضية في مديرية فرع، وقد ارتفعت أعداد المدارس من 3 إلى 40 مدرسة، وزاد عدد الطلاب بنسبة 8.5% في السنوات الخمس الماضية، وارتفاع في عدد الطالبات. وأوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ إسماعيل علي إن 70% من طلاب المديرية يدرسون مدارس متكاملة، وقد شيدت هذه السنة مدارس ابتدائية في إيرافايلي وأوميلي ودنالو وروضة أطفال في إيرافايلي. وأشار إلى صيانة مدرسة إيرافايلي المتوسطة التي اقتلعت الرياح سقفها عام 2017. وذكر الأستاذ إسماعيل وجود المدارس في 14 ضاحية وتسجيل نتائج جيدة في محو الأمية. وتشير وثائق وزارة التعليم بأن 80% من المدارس 426 الموجودة في إقليم شمال البحر الأحمر توجد في الأرياف النائية. تجري في مديرية صرونة عملية رش مبيدات حشرية ضد البعوض، إلى جانب أنشطة دفن الحفر والبرك والمستنقعات لمكافحة الملاريا. وأوضح مسؤول مركز صرونة الصحي الممرض تسفى مريم سمرآب توظيف القدرات البشرية وتوفير المعدات والمبيدات لإنجاح البرنامج المستمر منذ 8 يوليو في 23 قرية، وإن المبيدات يمكنها الإبادة لفترة 6 أشهر. وقال إنه بالرغم من أن مديرية صرونة من المديريات التي تظهر فيها الملاريا بالإقليم الجنوبي، إلا أن المرض انخفض لأدنى مستوى نتيجة للجهود المبذولة. من جهة أخرى، أفاد مكتب وزارة الزراعة هطول أمطار غزيرة في صرونة سجلت أكثر من 440 ملم، وإن الخريف جيد في معظم المناطق. وقد جرفت السيول يوم 27 يوليو شاب في عمر 20 في ضاحية دبة فانوس في مديرية صرونة، ودمرت 30 هكتارا من المزارع، إضافة إلى تدمير 7 منازل و10 هكتارات من الأراضي الزراعية في ضاحية عنبعور. يقوم السكان بمبادرات لسد احتياجات المدارس في مديرية حقات، وقد تم في هذا الإطار تشييد سور لمدرسة حشيشاية الابتدائية والمتوسطة وإدخال خدمات مياه إليها. وقال مدير المدرسة الأستاذ ساميئيل برهاني إن بناء السور سيساعد التدريس دون إزعاج الطلاب من الأصوات القادمة من خارج المدرسة وحماية المدرسة من المواشي. ويجري بناء فصلين دراسيين لاستقبال الأطفال الذين فاتهم فرص التعليم في العمر التعليمي المحدد. وأوضح الأستاذ سامييل أن المبادرة قد حلت نصف احتياجات المدرسة، ولا تزال تحتاج إلى الصيانة الأساسية والدفع لتجميع القرى المتناثرة في الأنحاء. يقوم المواطنون في الداخل والمهجر بإعفاء مدفوعات إيجارات البيوت للمواطنين المحتاجين. وأعفى عدد من المواطنين من ألمانيا والسعودية والداخل إيجارات البيوت لشهر وشهرين و3 أشهر في مديرية غازاباندا بأسمرة. وفي وكدبة أعفى المواطنون إيجارات شهر وشهرين و4 أشهر و6 أشهر وحتى نهاية العام، وكذلك حتى زوال كورونا من البلاد. كما عفى عدد كبير من المواطنين إيجارات البيوت لفترات متفاوتة. وعفى إريتريون مقيمون في الخرطوم والقضارف وكسلا وبورسودان إيجارات بيوت ل8 أشهر في بارنتو و3 أشهر في تسني وشهر في صلوت و5 أشهر في صرونة.
بعد الفاصل سادتي نعود بالأخبار الخارجية. أطلقت القوات المسلحة الإيرانية صواريخ باليستية من باطن الأرض في اليوم الأخير لمناورات عسكرية في مياه الخليج وفق وسائل إعلام إيرانية. ويأتي الكشف عن هذه الصواريخ غداة تفجير الحرس الثوري الإيراني مجسما لحاملة طائرات أمريكية قرب مضيق هرمز ممر الطاقة المهم عالميا. وأظهرت صور نشرتها القناة التلفزيونية الرسمية ألسنة لهب وغبار ودخان وشيئا أشبه ب4 قذائف يتصاعدون في الهواء من أرض صحراوية. وقال الحرس الثوري الإيراني إنها المرة الأولى في العالم التي ينفذ خلالها إطلاق هكذا صواريخ من دون إعطاء المزيد من التفاصيل. وتأتي هذه المناورات بينما يتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، خاصة منذ الانسحاب الأمريكي الوحادي في 2018 من الاتفاق النووي الدولي مع إيران وإعادة فرض عقوبات أمريكية على الجمهورية الإسلامية. أعلنت بيلاروسيا إيقاف 32 مقاتلا من مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة التي تعتبر مقربة من الكرملين، واتهمتهم بالسعي إلى زعزعة استقرار البلاد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، طالبة توضيحات من موسكو. وروسيا وبيلاروسيا حليفتان تاريخيا، لكن العلاقات بينهما تزداد توترا منذ نهاية 2019 مع اتهام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو موسكو بشكل خاص بالسعي إلى استتباع بلاده والتدخل في اقتراع 9 أغسطس. وأعلن أبرز تلفزيون بيلاروسي ووكالة الأنباء الرسمية بيلتا عن الإيقافات التي جرت بعد علم السلطات بوصول 200 مقاتل إلى الأراضي البيلاروسية لزعزعة الوضع خلال فترة الحملة الانتخابية. ونفذت قوات الأمن العملية التي تتزامن مع المرحلة الأخيرة لحملة انتخابية غير عادية شهدت تعبئة غير مسبوقة. بعيد ذلك قالت السفارة الروسية في مينسك إنها تلقت إعلاما رسميا بإيقاف 32 مواطنا روسيا دون إضافة تفاصيل. يواصل رجال إطفاء وجنود برازيليون مساعيهم للسيطرة على حرائق في منطقة بانتانال التي تضم أكبر مناطق مستنقعات العالم. وسجل المسؤولون في المنطقة نحو 4000 حريق فيها منذ بداية العام، وهو ضعف عدد الحرائق التي اشتعلت العام الماضي. وتمتد المنطقة ما بين ولايتي ماتيو غروسو وماتو غروسو دو سول وسط غربي البلاد. وفي 16 من يونيو الماضي أصدرت الحكومة البرازيلية مرسوما يحظر إشعال النيران في بانتانال وغابات الأمازون لمدة 4 أشهر. ومع هذا فقد سجلت بانتانال وحدها نحو 1000 حريق منذ بدء تطبيق هذا المرسوم. أفادت دراسة جديدة أن ما يقرب من ثلث الأطفال في أنحاء العالم لديهم مستويات مرتفعة من الرصاص في الدم، حيث يؤدي التلوث بالرصاص إلى تعرض ملايين الصغار لخطر الإصابة بضرر عقلي أو بدني يتعذر شفاؤه. وأظهرت الدراسة التي أجرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف وجماعة بيور إيرث البيئي أن نحو 800 مليون طفل لديهم مستوى 5 ميكروغرامات من الرصاص لكل 10 لتر أو أعلى في مجرى الدم، وهي مستويات تعد مرتفعة بما يكفي للإضرار بنمو الأدمغة والأجهزة العصبية والأعضاء الحيوية مثل القلب والرئتين. وقالت منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن المستويات المرتفعة من الرصاص لدى الأطفال سبب للتحرك، حسب ما أفاد التقرير الذي أشار إلى أن التخلص غير الملائم من البطاريات ومصاهر الهواء الطلق من بين مصادر التلوث الرئيسية. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.